استغلالا لمعلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوتليلات، مفادها وجود مستودع غير شرعي يقوم بتخزين وتسويق لحوم الدواجن. بعد تنشيط عنصر الاستعلام والتحري عن هذه المعلومة، وبعد استيفاء جميع المراحل الشكلية والموضوعية، تم تشكيل دورية متكونة من أفراد الفرقة، حيث تم الاستعانة بأفراد فرقة حماية البيئة بمقر المجموعة وأعوان التجارة بالسينيا، مكتب حفظ الصحة بوتليلات، أين تم التنقل إلى مكان المستودع. بعد التفتيشات المعمقة تم حجز كمية معتبرة من لحوم الدواجن قدرت ب5 قنطار و11 كيلوغرام، أين رفع ضد صاحب المستودع الجنح التالية: جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص، قطع الحيوانات الموجهة للقصابة خارج المذابح والأماكن التي تحددها السلطات المحلية، عرض حيوانات مذبوحة موجهة للقصابة غير مدموغة أو مطبوعة، بيع، تسويق أو شراء لحوم الآتية من مذابح غير شرعية، عدم امتلاك كل منشأة معتمدة في سجل مرقم ومؤشر من طرف السلطات البيطرية، عدم التصريح بالمستخدمين، عدم احترام شروط النظافة، انعدام شهادة الاعتماد الصحي. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوتليلات تحقق بالقضية، وسيتم إنجاز محضر وإرساله إلى السلطات القضائية المختصة.